وفضل اخناتون في الحكم 17 سنه. في خلالهم كان بيعمل اللي هو عايزه وبيحاول يوحد دين البلاد، لكن بعد موته الناس رجعت تاني للدين بتاعها عادي وكأن مفيش ولا اي حاجه حصلت. لا مش كده وبس، ده كمان الملوك اللي بعده بدأوا يشيلوا اساميه من كل السجلات، عايزين يمحوه. هو بالنسبه ليهم عار، يعني لازم يتشال من التاريخ لانه غير تاريخهم. وكان لما كمان بيتم ذكره كان بيدخل في مسمى العدو او المجرم، وهو اصلا بسبب ان هو تم ازاله اي ذكر ليه، وان الملوك اللي بعديه حاولوا يدمروا اي حاجه تخصه، فهو مفيش بالتالي معلومات كتير عنه في التاريخ اللي احنا عارفينه. يعني اصلا كل الكلام اللي احنا عرفناه ده عرفناه بسبب مدينه هم لقوها اسمها اخيتاتون، ودي المفروض كانت عاصمه دينيه هو كان عاملها عشان ينشر فيها الدين بتاعه الجديد، ولقوا فيها جثه لشخص والعلماء بيعتقدوا انها لاخناتون، ولكن في ناس برضه بتشكك في ده. ولما عملوا تحليل ليها اكتشفوا ان الدي ان ايه او الحمض النووي بتاع الجثه يعتبر شبه بتاع توت عنخ امون، يعني من الاخر دي جثه ابوه. فمن